واهلا بكم في فيديو جديد. النهارده هقول لكم ازاي تعملوا لوجو زي دوت في اقل من دقيقتين وبسهوله جدا وبطريقه سهله جدا على الفوتوشوب. الطريقه دي بتشتغل على اي نسخه فوتوشوب سي او سي اس ايا كان الاصدار بتاعه. فيلا بينا بقى نحط تايمر على دقيقتين ويلا بينا نبدا. واول حاجه طبعا لازم تعملوها انكم تفتحوا الفوتوشوب دوت فوتوشوب سي اس 6 تقريبا، سي اس 6. اول ما تفتحوها هوريكم ازاي تحولوا صوره لديت من الصورة دي صورة عادية مصورة بالكاميرا الأمامية للموبايل، حولتها للوجو ده. أول حاجة هتعملوها طبعا تمسحوا الصورة ديت كده أهو. أول حاجة تعملوها تعملوا امبورت للصورة، عندكم صورة أهو تسحبوها كده وتحطوها وتضغط انتر عشان تتثبت. طبعا انت ممكن تغير احجامها لكن ديت حجمها مظبوط عندي. تختار الأداة التالتة دي أداة تحديد، ممكن تحدد بنفسك من دي بس أنا بفضل ديت عشان أسهل حاجة. هتحدد اللي انت عايز تعمله، بعد كده تضغط كليك يمين ولير فيها كوبي عشان تبقى ديت نسخة منها، تمسح اللير ديت، عندك بقى اللير دي موجودة. دلوقتي بقى حركة مهمة لازم تعملها، ديت أهم حاجة وأنت بتعمل لوجو، تضغط على الإيميج اللي فوق خالص، بعد كده الأدجستمنت، بعد كده الثريث هولد، بعد ما تضغط عليها تتحول أبيض وأسود. هحرك الكرسر دوت السهم ده لشمال شوية أو ليمين حسب ما انت الصورة عايزها تبقى ايه. أنا هخليها كده أهو عجباني، نضغط أوكي. بعد كده بقى في طريقتين عشان تعمل بيها اللون اللي انت شفته في الصورة دي. اول طريقة اللي هي السهلة انك تاخد صورة محملها من النت، اي صورة اي حاجة شكلها حلو وتحطها، وبعد ما تحطها تضغط انتر وهتلاقي في اللي هي القايمة ديت اللي هي مكتوب فيها نورمال وديسولف والحاجات دي، تختار اللي هي اللايتنين ديت. اول ما تظهرها خلاص الصورة كده عندك خلصت. ممكن تحط كلام او اي حاجة تحركها شوية، ممكن تحرك دي، ممكن تكبرها وتصغرها انك تضغط كنترول وتي وحرف التي، وكده اهو طبعا انت خلصت. يا اما الطريقه التانية وديت اللي انا بفضل ان انا استخدمها يعني، امسح ديت، كليك يمين على الصوره بلندنج اوبشن، تختار عند جريدنج اوفرلاي، تختار ديت برضو اللايتنينج زي ما احنا عملناها، خلي دي -24 وديت على الاخر. بعد كده بقى ممكن تحدد الالوان اللي انت عايزها بنفسك، يعني تضغط هنا تحدد اللون اللي انت عايزه بنفسك او تختار لون من اللي هما البريسيتس المعمولين جاهزين هنا اهو زي دول، وكده تكون خلصت. عايز بقى تضيف شوية كلام هنا اهو زي ما انا ضايف هنا اي نوع من الخط، اي حاجة تقدر تضيفها عادي من الاداة ديت، حرف التي تضغط عليها وتكتب وتغير نوع الخط من هنا. بس كده تكون خلصت. متنساش تعمل لايك لو عجبك الفيديو وديسلايك لو ما عجبكش الفيديو، وكمان متنساش تشترك في القناة وتعمل شير لكل اصحابك وتشير الفيديو دوت لأي حد ممكن يكون يستفيد منه. واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.